ازاي استلم حوائط الحمامات سواء كانت سيراميك او بورسلين؟ رقم واحد، المراجعه على مخارج الكهرباء ومخارج السباكه انها معموله في مكانها ومفيش حاجه تطبب عليها من بتاع السيراميك او في حاجه اتنست. زي هنا مثلا مخارج الكهرباء بتاعتي موجوده في الاماكن، ومخارج السباكه بتاعتي برضو كلها موجوده، علشان ما يكونش بتاع السيراميك نسي وطبب على اي واحده منهم، طبه بتاعتها متشاله مثلا ولا حاجه فاقفل عليها بالسيراميك. ده رقم واحد. رقم اثنين، التاكد اثناء تركيب السيراميك من ان كل حاجه متسنتره بالظبط، او هنا المسافه بتاعه الخلاط مثلا اليمين قد الشمال، ودي بحيث لو فيها مشكله اثناء تركيب السيراميك بقدر ان انا اظبطها مع بتاع السيراميك بحيث ان احنا نحرك المسافات الاساسيه بتاعتنا. طيب رقم ثلاثة، بتاكد من الشطف لو عندي شطف ان الشطف بتاعي كله سليم، ودي تقريبا اصعب مرحله او اصعب حاجه في تركيب البورسلين بالخصوص. وبرده بتاكد من مخارج الكهرباء للخوارنقات بتاعتي لو عندي خوارنقات، وقلنا قبل كده انه الخوارنقات بتركب لها كهرباء على 12 فولت فما يكونش فيها اي مشكله. بتاكد برضو من عدم تطبيل البورسلين وده او السيراميك، وده بتاكد من خلال اي حاجه تقدر اسمع الصوت، ان الصوت بتاع السيراميك يكون مكتوم فبالتالي مفيش فراغات موجوده. وكده كده لو هو ركب بهزاز وخد التعليمات المظبوطه مش هيكون فيه اي تطبيل. برضو بتاكد من انه البلاط كله مخدم مع بعضه، وده بيكون من خلال الكليبسات دي، ومن خلال برضو انه يكون صنايعي محترف وانه ما يكونش فيه تسنين. وده برضو بيفرق من سيراميك لسيراميك او بورسلين. البورسلين فيه سيراميك اصلا سيء ونوعيته سيئه فبالتالي ممكن تحصل فيه الغلطات دي. بتاكد برضو من استوائيه الفواصل كلها مع بعض واستقامتها بشكل احترافي، ما تكونش فيها واحده اكبر من الثانيه. وبرضو ده بيرجع لنوعيه السيراميك او البورسلين اللي انا بستخدمه، بالاضافه الى انه يكون صنايعي ماهر يعني. فبالتالي احنا لابد ان احنا بنشتري سيراميك نبقى عارفين السيراميك او البورسلين اللي هنشتريه لازم تكون نوعيته جيده علشان ما الاقيش فيه المشاكل دي وما اعرفش احلها.